السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الاجنحه المشويه على الفحم، وهقول لك على سر التتبيله اللي هيخليكي تعشقي الفراخ المشويه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما اشتركتيش في القناه اتمنى تنوريني وتشتركي في قناتي. هنسمي الله. تتبيله الفراخ المشويه عباره عن 4 حبايات طماطم، بصليتين كبار، ليمونتين وسط، معلقه صغيره توم مفروم، ومعلقتين كبار خل. والبهارات عباره عن معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بهارات لحمه، نص معلقه صغيره جنزبيل بودر، معلقه كبيره زعتر، ومعلقه كبيره روزماري. الزعتر والروزماري ده اختياري، لو مش حابين تضيفوهم مش مهم، بس هما بيدوا ريحه حلو قوي للشوي. هبدا اقطع الخضار مكعبات زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان الفراخ المشويه من الوجبات الصحيه جدا ومشبعه، وفي نفس الوقت خفيفه جدا على المعده. يعني الناس اللي عاملين دايت يقدروا ياكلوا منها ويشبعوا من غير ما يقلقوا. ده غير ان الفراخ المشويه طعمها حلو قوي، والكبار والصغيرين بيحبوها. هبدا انزل بالخضار في الخلاط بعد ما قطعته مكعبات. انا قطعته مكعبات صغيره علشان يبقى سهل على الخلاط. عايزه اقول لكم يا جماعه، تتبيله الفراخ المشويه دي لما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا ومش هتغيروها ابدا. هضيف معلقتين كبار خل، ودول ليمونتين وسط زي ما قلت لكم، شلت منهم البذر. وهبدا اعصر الليمون على ظهر السكينه كده زي ما انتم شايفين. الطريقه اللي انا بعصر بيها الليمون دي بتعصر الليمون كويس جدا وما بتسيبش فيه ولا نقطه ميه. وهبدا اقلب الخضار ده كويس جدا مع بعضه، مش هضيف عليه ميه ولا اي حاجه خالص، هو الخضار والخل والليمون بس. تمام. هشغل الخلاط. انا عايزه الخضار ده يبقى عصير علشان الاجنحه تمتص التتبيله كويس جدا، مش عايزه فيه اي شوائب علشان ما تتحرقش وقت الشوي. بالظبط كده، هو ده المطلوب. هجيب بوله وهبدا انزل بالخضار بعد ما اتعصر. تمام. وهضيف عليه البهارات والملح، وهضيف عليه معلقه صغيره توم مفروم، وهقلب كل الحاجات دي كويس جدا مع بعض. تمام. دلوقتي اقدر ادوق التتبيله، لو محتاجه ملح هضيف لها كمان معلقه صغيره ملح. انا عايزاها حادقه شويه عن الطبيعي علشان يبقى طعم الاجنحه حلو بعد الشوي. وهنا الجناح بقطع الجزء الناشف ده وبتخلص منه تماما، وباخد جزء من الصدر مع الجناح علشان يبقى الجناح مالي مركزه زي ما انتم شايفين. تمام. هبدا اضيف التتبيله على الاجنحه. كميه الاجنحه دي يا جماعه 2 كيلو ونص، يعني التتبيله اللي انا عملتها ل 2 كيلو ونص من الاجنحه. لو حابه تعملي نص الكميه مفيش مشكله خالص زي ما تحبي. هتبل الاجنحه كويس جدا. خلاص الاجنحه اتبلت وبقت جاهزه معايا. هغطيها باسترتش راب وهدخلها التلاجة وهسيبها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. لو انت مستعجلة ممكن تسيبيها في التتبيلة لمدة ساعتين مش اقل من كده. هجيب الشبكة اللي انا بشوي عليها وهبدأ ارص الاجنحة زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم يا جماعة، التتبيلة دي بتنفع لكل الفراخ المشوية مش للاجنحة بس. خلاص رصيت الاجنحة كلها. هقفل الشبكة عليها وهثبتها بالقفل بتاعها. تمام. يلا بقى بينا على الشوي. علشان نولع الفحم بناخد قطعتين من الفحم ونحطهم على عين البوتاجاز لحد ما يبقى لونهم احمر، وبعد كده بنحطهم في المنقد ونجمع عليهم الفحم كله، ونقعد نهوي عليهم كده زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى الفحم كله لونه احمر. وبعد كده هنوزع الفحم كويس جدا زي ما انتم شايفين معانا كده، علشان لما نحط الفراخ كلها تستوي نفس التسوية. اهم حاجة المسافة ما بين الفراخ والفحم تكون 10 سنتي مش اقل من كده يا جماعة. لو الفراخ قريبة من الفحم هتتحرق بسرعة وهتبقى لسه نية من جوه. هنفضل نقلب في الفراخ تقليب مستمر. لو ملاحظين اللون بيتغير معانا، لون ذهبي وجميل. طيب لو في قطعة من النص استوت وقطعة على الحرف لسه ما استوتش، هنجيب القطعة اللي على الحرف وهحطها في النص، والقطعة اللي في النص هحطها على الحرف، وهكذا لحد ما الفراخ كلها تستوي معانا نفس التسوية وتبقى معانا بالشكل ده. شايفين شكلها ما شاء الله يفتح النفس، وطعمها روعة. قدمت معاها رز بسمتي اصفر وسلطة الحياتي وسلطة الطحينة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.